وفي نفس الوقت أهل الشر بيعملوا جيوش من روبوتات دلوقتي، وهيستخدموا فيها الذكاء الاصطناعي ده. طب هيعملوا بيه ايه لما ياخدوا المعلومات دي منك؟ هيعملوا بيها ايه؟ ولا بعد كده كل حاجة هتشتغل بالروبوت بقى؟ فلما ذاكرتك ولما قدرتك الدماغية تقل، ولما قدرتك على الإبداع تقف، يجي يقولوا لك احنا ممكن نركب لك شريحة الوحش عشان تعلي قدرتك وتعلي قدرة ذكائك، اللي هي الشريحة زي الفيلم بتاع الليمبي 8 جيجا اللي مش فاهم. فاكرين الدكتور لما فقد الذاكرة فحط له شريحة في كتفه؟ اه دي شريحة الوحش، الشريحة اللي عايزين يتحكموا فيها في البشر. مرة يقولوا لك نحط الشريحة دي عشان نمنع فيروسات وأمراض، مرة يقولوا لك عشان نقوي الذاكرة ونقوي الاستيعاب ونقوي كفاءة العقل البشري، ومرة يقولوا لك احنا ممكن بالشريحة دي نخلي مثلا لو في خلل في النظر أو في أي حاسة من الحواس، الشريحة دي ممكن تعالجها. الوعي ثم الوعي ثم الوعي، معركتنا معركة وعي. طول ما انت بتفكر، طول ما عقلك شغال، طول ما انت قريب من ربنا، بإذن الله بإذن الله انت في أمان، والأمان من عند ربنا. خلي بالنا، فتن كتير ومعركة الوعي كبيرة وطويلة، سلاحنا فيها الوعي والإيمان. سلاحنا في معركة الوعي والإيمان، القرب من ربنا والإدراك والوعي والبحث والتفكير. كل ما تفكر، ربنا وهبنا عقلنا عشان نفكر، ربنا وهبنا العقل عشان نتدبر في خلق الله. النظام اللي محطوط لنا نظام ما يخليناش نفكر، ما بين روبوتات للذكاء اصطناعي لموبايلات لوسائل التواصل الاجتماعي. كل الكلام ده معمول عشان يعطلك، عشان ما يخليكش تفكر، عشان يوقف قدرات عقلك. نصحى من الغيبوبة بتاعتنا، نرفع نسبة الوعي عندنا، نخلي بالنا من الذكاء الاصطناعي. المخاطر بتاعت الذكاء الاصطناعي قد الفايدة بتاعته مليون المرات. اللهم بلغت اللهم فاشهد. Every country will have AIs or multiple AIs. So, and there will be a lot of robots. There'll be a lot of robots. But we had way more robots than people. Yeah, let's have that conversation a second, because people are concerned about, as you said, dwindling populations. AI and robots have potential to help support the GDP. Your prediction on the number of robots by 2040, humanoid robots to be specific, what order of magnitude? By 2040? Yeah, so. I think by if you say like 2040, probably there are more humanoid robots than there are people. Once you get out 2040, that's a long time from now. Over 25 years, there'll be at least 10 billion humanoid robots. You know, I think some kind of brain-machine interface that can give you cybernetic superpowers, I think, is probably good. It could, help people that have brain or spine injuries. Enable people who've never spoken for years to speak again, which we've done. Give people eyesight who have lost both eyes or the optic nerve, or maybe have never even seen at all, blind from birth, by direct interface to the optical centers in the brain. You can actually restore eyesight, or give people eyesight that they've never had before, and you can enable people to walk again, which I think is profound. I mean, these are kind of Jesus-level things, like let's say, like when technologies are hitting like Jesus-level miracles. متجيد الشر وآذاك وديك ومني مرعوبين،
والحق قعد واقف قصادكم مهما شوف لي يوم الدين أراضيكوا بور معديكوا النور قدامي مهزومين وتجيب الشر وأذاك وديكوا مني مرعوبين والحق قعد واقف قصادكم مهما شوف لي يوم الدين أراضيكوا بور معديكوا النور قدامي مهزومين حلاجات انتوا هتلفوا في حلاجات مهما زادت الأذية البطل عنده النهاية حلاجات ده انتوا هتشكوا الخلاجات اللي نتحامي في رب ويزيدوا قوة وكرامة حلاجات ده انتوا هتلفوا في حلاجات مهما زادت الأذية البطل عنده النهايات حلاجات ده انتوا هتشكوا الخلاجات ده اللي نتحامي في رب ويزيدوا قوة وكرامة متجيدين وتجيد الشرازك وديكوا مني مرعوبين متجيدين والحق قعد واقف قصادكم مهما شوف لي يوم الدين